المتهم سفاح التجمع كان مقيم لفترة كبيرة في بورسعيد قبل ما يجي التجمع. المهم فتم مطابقة هذه الجثة بكل تفاصيلها، وكانت بتاعت بورسعيد عند محور 30 يوم. في نفس التوقيت في جثة عثر عليها في شهر ابريل برضو بنفس المواصفات. فإذا أنت أمام جريمة مكتملة الأركان بشخص واحد. دي الجثة الأولانية، فكان عليها آثار التعذيب وعليها آثار ده كله وبعض الأشياء. فطبيعي في هذه الجثث بيتم التعامل معاها وتشريحها ومعرفة سبب الوفاة والتقرير وده كله. المهم اتقبض عليه وده. التحقيقات بقى قالت إيه؟ النيابة قالت في بيانها لحد الآن إن هم 3 حالات لحد اللحظة دي، والتحقيقات مستمرة. ليه؟ وحتى بيتم أخذ عينة من الأحشاء عشان لو في عقاقير مخدرة أو وصلوا في النهاية إلى الفاعل اللي هو كريم مسلم. بقول لك الكلام ده لأن في الحالة الثالثة هتشهد هتلاقي مفاجآت في البيان. الحالة الثالثة دي كانت من 2023 وكانت جثة مجهولة. الجثة المجهولة دي كان عليها نفس العلامات، وفي نفس عينة الأحشاء كان في عقاقير مخدرة بالمعين ده بتاع إيه؟ فالعقار الطبي المعين ده كان في نفس الجثة، وهم بيواجهوا المتهم اللي هو كريم باللي حصل. قال فعلا دي كانت معاه. طيب ناخد الكلام مسلم به والكلام ده كله فقط لا غير؟ لا، لاحظوا ان هم راجعوا الاتصالات الهاتفيه ما بين كريم والضحيه الثالثه، وفي نفس الوقت برضو الضحايا الثانيين. لقوا البيان المجمل ان هم عثروا على جثه في يوم 16 مايو، ان في نفس التوقيت كان التليفونات في نفس النطاق الجغرافي في نفس المكان اللي هو في التجمع الخامس في بيت كريم. مش مجرد ان التحقيق معاه وانه اعترف وخلاص، لا، انا كنيابه في الادله الماديه زي المشرط والمقص والقربات اللي وجدوه في الغرفه اللي هي عاملها غرفه اعدام ليه، كمان نفس العقاقير المخدره اللي هي الايس، مخدر الايس التخليطي. طيب هنيجي الطب اللي بقول لكم عليه وهو يفقد اللي قدامه الوعي. المتهم في التحقيقات قال ان هو بعد ما كان بيديهم المخدر ويربطهم ويمارس العلاقه والكلام ده كله، قال ان كان بيديهم العقار ده عشان يفقدوا الوعي تماما، فبالتالي يستمتع ويتلذذ بتعذيبهم امامه وصراخهم وكذا وكذا. وقال عن الضحيه الاخيره انها فعلا بالفعل قعدت معاه 3 ايام. اما راجعوا سجلات التليفون والكلام ده كله في نفس التوقيت لقوا انه فعلا في نفس النطاق وفي نفس المكان. اما راجعوا العينه بتاع الاحشاء بتاع الضحيه الثالثه اللي هي كانت جثه مجهوله من 23 طلع نفس العقار. في الاحراز جوه الشقه نفسها اللي اصبحت بيت رعب دلوقتي للناس اللي حواليه للاسف شديد، لقوا ان العقار ده موجود مع بعض المنشطات مع الايس مع ده كله وكل الادوات، لدرجه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده وجدوا نسيج الجلد بتاع احدى الضحايا تقريبا كانت اللي هي رحمه اللي هي الطالبه الجامعيه بتاع الزاويه الحمراء. المجمل ان انت قدام قاتل متسلسل، قاتل بره قال مش تبرير، قال ان السبب ان هو خيانة زوجته بتاعك، وهجيب لك بعد كده تفاصيل في القصه دي لن تتخيلها وعن قصته من A to Z مع زوجته هنتناولها في فيديو اخر. طيب المجمل ايه؟ المفاجاه واللي كنا خايفين منه في هذا الموضوع، لما فحصوا التليفون لقوا عليه مقاطع بروفيشنال محترفين لفيديوهات متصوره بدقه شديده وبعنايه شديده، سواء للعلاقه وهو بيعملها او لتعذيبهم او وهو بيموتهم وبيعمل ده. مش بس كده، لان النيابه العامه قال ان هو بالفعل مارس العلاقه مع الجسامين بعد ما ماتت. انتم متخيلين؟ المفاجاه اللي بقول لكم كنا خايفين منها انها تطلع في الموضوع. طبقا لمصدر في التحقيقات ان المتهم قال
انا عارف قيمه الفيديوهات دي كويس، وعارف انها ممكن تجيب ايه. وهنا يقصد ايه؟ الدارك ويب. وقال ان في جمهور كبير جدا بيتفرج على مثل هذه النوعيه من الفيديوهات. انا نفسي هو قال ان هو بيتفرج عليها وممكن يدفع عشان يتفرج عليها، وقال ان هو بعد ما بيتفرج بيطبق ده. فقال انا عارف قيمه الماتيريال اللي معايا دي او الفيديوهات اللي معايا دي، وعارف هي ممكن تعمل ايه وممكن تجيب ذهب، الا وهو جزء الدارك ويب. هل كان بيخطط ان هو يبيع هذه الفيديوهات على الدارك ويب ولا لا؟ ده واحد، خاصه ان كميه الفيديوهات الموجوده على تليفونين كتيره جدا، كتيره، وممكن للضحيه عده فيديوهات سواء اثناء العلاقه سواء اثناء تعذيبها والتلذذ بده، وهو فاكر كويس لان كمان كان مقعدها على كرسي وبيعذبها ومغمي عينيها. يا جماعة أنا لسه خارجة من الامتحان ولقيت الناس عمالين يعملوا لي كومنتات كتير عندي سفاح التجمع سفاح التجمع. انت كنت عاملة فيديو مع سفاح التجمع، فأنا قلت مين سفاح التجمع ده؟ دخلت أسرش لقيت الراجل ده كنت أنا عاملة معاه كولابوريشن من بتاع 6 شهور ولا حاجة، وعنده صفحة وبيعلم الناس إنجليزي زي عادي. كان